مساء الخير او صباح الخير على حسب ما هتشوف الفيديو. انا جايه اقول لكم النهارده ان انا حد مميز، وانا تقريبا كل الناس بتتكلم عني بكلام حلو، كل الناس، وكمان بعرف ارضي كل الاذواق وكل الناس. مش كده وبس، انا كمان الناس شايفاني دايما مميز وكل مميزات، محدش بيتكلم على عيوب خالص فيا. تقريبا الناس كلها شايفاني حلو، والناس كلها بتأيد وتأكد ان انا حد مفيش زيي. بصراحة انا كداب، وده مستحيل يحصل، ومستحيل انك تقدر تحققه. مستحيل انك تقدر ترضي كل الناس، ومستحيل ان كل الناس تتفق ان انت حد مميز، ومستحيل ان الناس كلها تتكلم على انك ما عندكش عيوب. وبلاش تدور وتحاول وتسعى لده. لو عايز تنجح في حياتك عموما، مش بس في موهبة او حلم، بلاش تدور انك ترضي الناس. بلاش تستنى ان كل الناس تقول فيك حلو. بلاش تتوقع انك ترضي كل اذواق الناس، وانك تكون في نظر الناس حد مفيش منك. مفيش انسان على الارض يقدر يرضي كل الناس، ولو انت حطيت ده قدامك وحاولت، انت اللي هتتعب. في واحد هيقولك انت حلو، واحد هيقولك لا، واحد هيقولك انت شاطر، واحد هيقولك لا، واحد بيحبك وهيخليك فوق بالكلام حتى لو مجاملات، وغيره هيخبطك بالكلمة حتى لو هي كانت حقيقة. محدش يقدر يرضي كل الناس، والدليل ان حتى رب يسوع في ناس كتير ما كانتش قابلاه، وناس كتير كانت معترضة. مش كل الناس هتتفق ان انت حلو، وبلاش تدور على ده، وبلاش تشغل بالك بده. وزي ما انت مش هتقدر ترضي كل الناس، زي ما انت حاول انك تقتنع ان مش كل الناس مركزة معاك. يعني انت احيانا تقول انا ممكن انا اخطائي الناس شايفاها بشكل كبير قوي. لو انت حاسس ان انت عامل خطأ، حاسس الناس كلها شايفاك بحاجة، شايفة خطأك بحاجة كبيرة قوي، على الرغم ان ممكن اصلا الناس مش واخدة بالها منك ولا مركزة معاك، ولا واخدة بالها انت عملت ايه خطأ او حلو او وحش. انا معاكم ان السلبي بيبقى دايما باين، والحاجة السلبية هي بتلفت النظر، لكن مش للدرجة اللي انت متخيلها، الدرجة المرضية ان متخيل الناس مركزة قوي معاك. في ناس ممكن تكون مش واخدة بالها اصلا، وفي ناس بتعرف خطأك او بتاخد بالها وتنسى وتتناسى مع الوقت. فبلاش تشغل بالك بالناس، بلاش تشغل بالك انا هرضي مين وهرضيهم ازاي وبيقولوا عليا ايه. طول ما انت بتعمل الصح وراضي ربنا وراضي ضميرك، ما تستناش رأي الناس. رأي الناس مش كله. حاول في حياتك عموما ما تدققش مع الناس، ما تركزش الناس بتقول عليك ايه، ما تركزش في شكلك قدام الناس والناس شايفاك ايه. المهم انت شايف نفسك ايه. لو انت هتقعد تستنى رأي الناس فيك وانتقاداتهم ليك ورأيهم فيك، يبقى مش هتتقدم لقدام خطوة، وهتتعب وتعيش تعبان في حياتك كلها. لا انت هتكون 100 قدام الناس، ومفيش حد مثالي. احنا متفقين مفيش حد مثالي في الحياة، ولا هنلاقي حد المثالية فوق في السماء. فياريت لما تيجي تحقق حلم او تعيش في حياتك العادية او في علاقاتك بالناس، بلاش تدور وتبحث وتسعى علشان ترضي الناس او علشان تعرف هما بيقولوا عليك، لانك انت اللي هتتعب. الناس كلامها كتير وآرائها كل يوم مختلفة وكل يوم متغيرة، وهيبصوا لك عينهم هم، مش عينك انت. يعني هم عايزين يشوفوك ايه، عايزين منك ايه. فبلاش تدور او تستنى رأي الناس.
اعمل الصح وامشي صح وارضي ربنا وضميرك واعمل اللي يساعدك وبس. انجح وعيش حياتك بجد وعيش حياتك صح بدون ما تتوقع ان انت هتقدر دي كل الناس. بس سلام.